من جديد ارحب بكم مشاهدينا الكرام. على الصعيد السياسي مرت قرابة الأسبوعين على تشكيل حكومة السيد محمد الشياع السوداني. في تقييم سريع إذا أردنا ننقط هذا التقييم بنقاط، نقول بأن هذه الحكومة اتسمت برغبة باتجاه معين يستهدف بطريقة أو بأخرى مكافحة الفساد، وهذا الأمر يوضع بين اقتباسين، إذ أن أو هل أن وظيفة الحكومة الأساسية هو محاربة الفساد، وهل ستنجح بذلك والفساد المحكوم بمنظومة كبيرة والمعني بها جهات رقابية وإجرائية وقضائية هي بالحقيقة خارج إطار الحكومة. الرغبة الثانية هي تشكيل لجنة تعنى بمتابعة المشروعات الرئيسة والكبيرة، وهذه اللجنة أيضا تثير تساؤل آخر: لماذا نذهب إلى المركزية الإدارية ومن ثم نمركز، لو صح التعبير، المركزية الإدارية مجددا، الأولى من المحافظات للحكومة والثانية من الحكومة نفسها إلى لجنة مصغرة؟ كل هذا يجري وسط مزيقة إذا صح التعبير في مواقع السوشيال ميديا. هاي المزيقة تسمى دعم لخطوات الحكومة من دون نقاش ومن دون القول أين ستذهب الحكومة، لأن عملية الرقابة الدقيقة على خطوات الحكومة ستؤدي بالضرورة إلى تصويب الأخطاء التي ستحدث حتما، لأنها ليست حكومة معصومة. هذه المزيقة تفهم من قبل بعض الجمهور أنها دعم للإطار، وأنا لحكومة الإطار، وأنا أقول بأن هاي المزيقة قد تشوش على ملفات معينة يراد لها أن تناقش بشكل بروية وتشارك فيها الفعاليات الاجتماعية والبرلمان حتى تتنضج وتكون أكثر قرب للحقيقة. راح أناقش هاي الملفات وسواها مع ضيوفي الكرام في حلقة هذه الليلة: الشيخ غيث التميمي القادم من لندن رئيس مشروع المواطنة، ارحب بحضرتك. حياك الله شيخ، حياك الله ونورت الاستوديو ويانا اليوم، اهلا وسهلا بك. وكذلك الدكتور حيدر البرزنشي اللي ينضم وياي عبر الأقمار الصناعية، الكاتب والمحلل السياسي. ارحب بك دكتور حيدر، اهلا وسهلا بك. ابدا الحديث من شيخ غيث، حياك الله. والله انت مطلع هاي الضحكة أنا أعرف أسبابها بس خليها بعدين. أهلا وسهلا بك. لا حول الله. طيب، ابتداء خليني أسألك سؤال مجرد من الميول، وأقول: كيف تقيم طريقة تكليف السيد محمد الشياع ومن ثم تشكيل حكومته ومن ثم البدء في غضون الأسبوعين على الأقل الماضيين في خطوات ما أريد أقول أنه هي بينة الملامح، لكن على الأقل خلت بعض التفاصيل تكون واضحة للمراقب عن هاي الحكومة؟ تفضل. تحية لك أستاذ حسام وضيفك والمشاهديك الأكارم. عمليا تشكيل حكومة ما يختلف عن تشكيل الحكومات اللي سبقها، الخاسر هو الذي يشكل حكومة. هاي قاعدة يراد تثبيتها بالوضع السياسي العراقي، لأنه منظومة القوى السياسية الأساسية اللي بالعراق هي أصلا لا تؤمن بالديمقراطية ولا تعتمدها في أنظمتها الداخلية ولا تعتمدها أصلا لجمع الأصوات أو الاشتراك مع الناس. يعني هي أحزاب عندها آليات أخرى للوصول للجمهور، بعضها يوصل للجمهور من خلال المكون والطائفة، وبعضها من خلال السلاح الحامي لمصالح شرائح من الجمهور أو إقناعهم بأنه هو حامي، وبعضها المال. والمال هذا أيضا واضح بأنه مال سياسي، بدأ بأنه مال يجي من برا، يخصص الكونغرس، يخصص طهران، تخصص تركيا، تخصص الخليج، أو هسه لا، نهب أموال الدولة وصير تاجر واشتري جمهور. زين. فهي ما معتمد بها القيم الديمقراطية، وهذا طبعا ما يتحمل مسؤوليته شخص رئيس الوزراء، لأن هي طبيعة الوضعية بهالشكل هذا. الخاسر اللي تقصد به الإطار هو فائز بحكم انسحاب الصدر وفقا للقانون والدستور والأنظمة الانتخابية. لا، هو الإطار أصلا شلون الشكل؟ هو شكل مجموعة خاسرين، لأنه التيار الصدري من البداية هو يعني
يعني هو شارك في مرحلة سابقة بإقصاء طرف فايز وجمع الخاسرين. تدري بمرحلة العراقية مثلا هم كان اكو فايز التيار الصدري وقف ضده. فهي عمليا هذه القصة مو جديدة، حتى يعني مو أول ضحاياها التيار الصدري. هو التيار الصدري جزء ضحية تجربة جاية تتكرر على الجميع. بس هسه هذا مو هو الموضوع، لأنه اوريدي هي الديمقراطية بالعراق هي اجت عن طريق احتلال، ما اجت عن طريق خيار المجتمع العراقي ولا عن طريق قناعات، وتحتاج إلى تنضيج بقواعدها، تحتاج لها وقت طويل لحد ما تنضج وتكتمل. بس وين الأزمة؟ أنت جاي تريد تزرع شجرة الديمقراطية في ظل منطقة ملتهبة منقسمة خائفة قلقة مضطربة، عجزت عن أن تقدم نفسها للعالم خلال قرن كامل من تأسيس هاي المنطقة ودولها الكنتونات. شنو المطلوب؟ المطلوب أنه هل الحكومة الحالية قادرة على أن تطرح تعريفات أساسية لها علاقة بفلسفة الدستور، فلسفة النظام، فلسفة الدولة، فلسفة الحكم، فلسفة التوزيع العادل؟ المنظومة ولا الحكومة؟ لا الحكومة. بعد انت تحكي عن المنظومة. المنظومة أنتجت ما تريد، أنتجت حكومة منتجة للواقع كله بشكل عام. فأنت الحكومة مهما تكون ومن ما تكون جاية، هي عمليا الطرف اللي بعد ما ياخذ تصويت مجلس النواب اللي يقدر يقرر مصير الآتي. هسه هاي الحكومة موجودة خلاص، تملك شرعية الدستور وتملك شرعية كل شيء. هل ستستطيع ترسيخ هذه الديمقراطية؟ ما راح تقدر ترسخها، لأن هي شنو هي؟ أنا أعتقد المرحلة اللي احنا بيها مطلوب من الحكومة إعادة تعريف الدستور. زين. الدستور اللي تم تغييبه من 2006 إلى الآن، إعادة تعريف فكرة الدولة، لأنه لحد الآن اكو دولة ودولة موازية، دستور ودستور موازي. هذا المصطلح اللي أنا دائما استعيره من حضرتك وكتاباتك. اكو عندك مثلا دائما قوات مسلحة وقوات مسلحة موازية، اكو اقتصاد واقتصاد موازي. هذه مشكلة تحتاج إلى تعريف. لذلك أنا أعتقد أنه محاربة الفساد قد ينتج منظومة فساد أكبر. شلون؟ لأنه عمليا راح يكرس للغلبة، انه هو كل الاطراف متورطه بكل شيء. وهذا حتى احنا نعرف محمد الشياع السوداني الرجل على الاقل ما عليه ملفات فساد واضحه، الرجل اداري ينشغل بعمله الاداري بشكل جيد، وهو ناوي يعني عنده نيه وده يعبر عنها بسلوكه السياسي ان يكافح الفساد. اليوم ده نقول له لا تكافح الفساد لانك بهذه الطريقه ستنتج منظومه فساد اعمق. شنو الوظيفه او الواجب اللي لازم يسويه؟ يعني انا جاي احكي عن منظومه الحكم، مو عن شخص رئيس الوزراء. شخص رئيس الوزراء هو الرجل هذا اللي يقدر له. بس انا اقول هو من حيث المبدا هو بس الحكومه معنيه بهاي القصص. زين مجلس النواب شنو شغله؟ نزاهه شنو شغلها؟ جاي تفهمني؟ القضاء شنو شغله؟ بالضبط. يعني احنا بحاجه الى انه تاخذ مؤسسات الدوله مجراها ومساراتها بشكل متكامل. ليش دائما تصير كأنما الحكومة هي معنية بكل شيء، في وقت اكو مؤسسات أخرى بالدستور ومعنية بالرقابة، معنية باستكمال المؤسسات الدستورية، بنائها وتجهيزها بالقوانين المطلوبة. هذا جزء خطر، أن الحكومة تصير هي رأس الحربة، وأيضا تستفيد بقية المؤسسات الدستورية المعنية مسترخية وراح تظل تتصيد. لأن هو الحكومة من جاية من البرلمان، والبرلمان من راح يضرب مصالح الفساد ايش راح يسوي؟ عمليا راح يبدي يستهدفها. نفس الشارع حتى الخارج البرلمان هي هم قوى بالنتيجة موجودة وفاعلة ومؤثرة وإلها علاقة بملفات الفساد ويمكن تكون متضررة وراح تخلق لنا الصراع. احنا في مرحلة بحاجة إلى القفز من مراحل الصراع إلى التسويات. إذا ما قدرت حكومة السيد الشياع السوداني أن تضع الأوراق الأساسية للتسويات اللي تنجي العراقيين من مزيد من الصراع، ماكو فائدة من أن أنا أضرب ملفات فساد ستنتج بالنتيجة فساد أكبر اللي هو تغييب الدستور، تغييب القانون، تغييب بقية السلطات. احنا راح نحكي عن مراحل الصراع التي يجب أن يتجاوزها وتتجاوزها حكومة السيد محمد الشياع السوداني. بس خليني أنتقل للسيد حيدر البرزنتي. بعد التحية والاحترام دكتور حيدر تسمعني إن شاء الله وصوتي زين؟ أهلا وسهلا بجنابك. أود أن أسألك ابتداء، أكو حالة من الاحتفاء بحكومة لم تبدأ بعد. هذا الاحتفاء
تشارك به فعاليات إعلامية بالسوشيال ميديا سواء أو في الإعلام، هذا إعلامنا يعني قنواتنا. ما تعتقد أنه هذا النوع من الاحتفاء سيغطي بطريقة أو بأخرى عن قضايا تحتاج إلى رقابة مجتمعية دقيقة تساهم بها النخب الفعاليات السياسية من أجل التصويب ليس إلا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك ولضيفك أهلا وسهلا بحضرتك ولمتابعي قناتكم الموقرة. طرحت كثير من المفردات تحتاج إلى إجابات، ما أسميها ردود، زين، باعتبار أنه ما طرح في رأيي ووفق قراءتي أنه ليس دقيق. يعني النظم الديمقراطية في العالم هي بالأساس نظم رأسمالية. الولايات المتحدة من يجي رئيس ما يجي إلا صاحب شركات، إذا كانت بالسلاح أو بالأدوية أو بالسيارات، بأي بزنس مان يجب أن يكون. فبالتالي إذا نتحدث عن الديمقراطية بشكل رومانسي بهذه الطريقة في العراق، فيه جم كبير من المشاكل والتراكم التاريخي، عدم استقرار ما ممكن. أما أنه نسمي الإطار تحالف خاسرين، فأين الخسارة؟ ما أعرف شنو مفهوم الخسارة اللي ممكن أن نعرفه وفق اعتبارات أنه الصبر الاستراتيجي الذي دعا أن يكون هناك إطار يسمى إطارا تنسيقيا. للعلم الإطار مو تحالف خاسرين، الإطار كان موجود في قبل أن يكون هذا الإطار. بمعنى عندي سؤال دكتور، قد يكون هذا السؤال وجودي يعني ما له علاقة بالإطار والتيار وغير شيء. تفضل. إذا أنا وياك اشتركنا بالبرلمان، أنا فزت ب50 مقعد وأنت فزت ب5 مقاعد، أنا شو يسموني وأنت شو يسموك؟ ماكو شيء في عالم السياسة عنده تمثيل نيابي يسمى خاسر. فقد مجموعة من مقاعده لأسباب عدة معروفة قدمها مجموعة كبيرة من المنتظمين السياسيين داخل الإطار، وبالنتيجة أقرتها المحكمة الاتحادية. أنا بالنسبة لي أبو ال50 شي يسموني وأنت أبو ال5 شي يسموك؟ أعرف عزيزي، هذا لازم نعرفه حتى نرجع نعيد فكرة الخاسر والفائز. ماكو شيء يسمى الخسارة الحقيقية عندما تخسر جمهور، خسارة الحقيقية عندما لا تقدم شيء. زين. إذا نحكي بهذا المنطق فاحكي لي المنتظم السياسي الكردي شنو قدم؟ زين. المنتظم السني شنو قدم؟ المنتظم الشيعي شنو قدم؟ أما أن نركز على منتظم واحد لأغراض معينة، لهواجس، لاختلاف في الأيديولوجيا، أنا أعتقد هذا هو طرح الخاسرين وليس تحالف الخاسرين. هذا جانب. الجانب الآخر حتى نتحدث بواقعية سياسية بعيدا عن المهاترات والتشنجات. اليوم نحن في مرحلة جديدة. هذا الانتشاء اللي تحدثت به جنابك أو الرغبة من الناس بأن تنشر كل شيء يحدث في هذه الحكومة، لأنها عانت في 2.5 من كم كبير من الفساد، كم كبير من تعطيل، عدم وجود خدمات، عدم محاربة. يا ناس دولة تقصد عليهم دكتور؟ مدونين، يعني العراقيين عموما، عراقيين بصوره عامه، اكو ارتياح بالشارع العراقي. دكتور بشرفك اعطيني مجال، خليت اقول لك سالفه بس بشرفك لا تقاطعني هوايه. اعطيني مجال. قبل كم يوم قلت لك العراقيين، قلت مو من حق احد يحكي باسم العراقيين. لا اذكرك بيها. جيد شكرا جزيلا. قلت لي لا تشرين ولا صدر الا حق يحكي انا باسم ما اتحدث باسم منتظم سياسي، انا اتحدث باسم حاله مجتمعية عامة نجدها في الشارع العراقي كمواطن. زين. أنا ما جاي أتحدث أيضا باسم العراقيين. زين. فلماذا تقولي ما لم أقل؟ أقول الناس من خلال مقاييسنا في عالم الإعلام الرقمي ومن خلال متابعاتنا اليومية نجد أن هناك نوع من الارتياح للإجراءات القانونية والدستورية التي قامت بها حكومة السيد محمد الشياع السوداني. بالنتيجة اليوم نريد أن نفصل المنظومة الحكومية التي تتحمل مسؤولية عن المنظومة التشريعية والمنظومة القضائية. لا، هناك إجراءات مرتبطة متلازمة بالإجراءات الحكومة التنفيذية التي قام بها السيد محمد الشياع السوداني. يعني عندما يتم إنفاذ قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المناصب التي أسندت للسادة الذين خرجوا بهذا القرار الأخير، ليش نعتبرها هذا اجتثاث أو إبعاد للون أو مكون سياسي معين؟ قطعا لا. طبعا. وعندما نقول أنه نعم نشد على يدك أيها السيد السوداني بإجراءاتك بممارساتك، ونقول عليك أن تبقى بهذه الهمة وأن يعزل
مجموعة من الطامحين والطامعين والمتربصين والذين حقيقة كانوا وما زالوا يبحثون عن فرص داخل وجودات سياسية أو داخل وجودات حكومية. أنا لست مع الإقصاء، لست مع مسح الآخرين. دكتور، هذا مهم جدا اللي تتحدث فيه. الخشية تأتي من هو بديل من خرج يمثل توجهات عدة، منهم مستقل، منهم تشريني، منهم صدري، وإذا كان فاسد شنو مشكلة؟ الفاسد يروح ياخذ جزاء. جيد، ليش نعترض عليه؟ بس أنا ما اعترض أبدا. الخشية من نهج جديد وهو تغيير الديموسياسي في داخل منظومة الدولة لمصلحة فئة دون فئات لماذا أخرى. نستشرف؟ خليني اذا تسمح لي، اني على مود اوزع الوقت بشكل متساوي. جيد. اروح الدكتور. لا اسمح لي. اولا انا كنت استمع هوايه، طرح الاستاذ غيث هوايه طرح قضايا. الوقت باوع. هو حكى 7 دقائق وانت 7. فت والله ودعتك. لا بس هذه وانتقل اليه. يلا ماشي. اولا لماذا نستشرف انه هناك نوع من التغيير الديموغرافي السياسي داخل المؤسسه او منظومه الحكوميه؟ زين. هذا القلق ليش ينبث للناس؟ بالعكس نقول إلى الآن الرجل لم يخطو خطوة إلا بدليل مجموعة من الضباط الفاسدين المنتهكين الذين عاثوا بالأرض فسادا بالمنظومة الأمنية موجودين، حتى بالمنظومة الإعلامية. طبعا الناس تريد عمل، تريد تشوف هؤلاء اللي كانوا ليل نهار يضربون الثوابت الشيعية، ليل نهار يتحدثون عن الحشد الشعبي، ليل نهار اللي كان همهم انه هذول ميليشيات وقتله لماذا لا نستبق فعلا ونوظف المؤسسات من هؤلاء؟ هذا ننظفهم سياسيا. لا، ننظفهم قانونيا. خليني ارجع لك بيه خالد، راح ارجع لك مره ثانيه. شيخ غيث، الخشيه من تكرار تجربه حكومه سيد عبد المهدي اللي كانت متهمه بشكل واضح بانها احدثت نوع من التغيير الديموسياسي او الديموغرافي السياسي بطريقه او باخرى في منظومه الدوله لمصلحه فئه دون اخرى. هذا الامر يعني كان الحديث عن انه احنا غلبنا امريكا 3-0، هيك الكلام بهذه الطريقه. هذا الحديث يودينا الى حكومه غير مستقره سياسيا. هل الشياع السوداني عبد المهدي ثاني ام مختلف الرجل عنه؟ لا طبعا، انا بتصوري يعني في ذلك الوقت اكو مركز قوه يخلي الامور تمشي بهالطريقه وبهالحسابات. كان اكو ماكورك في مقابل حج قاسم. زين. حج قاسم ماكو. فهو اصل الموضوع هذا، يعني انت اصل البيئه السياسيه اختلفت جوهريا. ثم عبد المهدي ظاهره ما اعتقد تتكرر بالكون. يعني محمد الشياع السوداني شخص آخر ومزاج آخر. إيران اليوم غير إيران حج قاسم. دورها بالعراق غير دور، وضع البلد كله غير، وضع المنطقة غير. يعني لا، الموضوع مو بهذا. لذلك أنا كلش ضد أنه إحنا نشتر نفسنا ونكرر يعني نفسنا. وهذا همين يمكن يخلي الشباب يسمعوها، لأنه يتصورون لازم احنا نكرر نفس خطابنا مال 2019 نعيده دائما بكل الاوقات. لا، طبيعه الوضع مختلف وتوازنات القوه مختلفه، والسياسه تسير على ارض رمليه تتحرك. بس انا اريد اقول بشكل واضح يعني هو ما اعرف، يعني ما اريد اكون في معرض الرد على دكتور حيدر، لأن ما راح يوصلني إلى شيء. مو ليش سبب، يعني لا تقليل من قدره ولا من كلامه، بس قصدي ما راح يوصلني إلى شيء لأنه ما فهم الشيء. زين. لأنه دكتور حيدر نفسه أيد الحكومة لما تعاقب ضباط وصفهم بالمفسدين، وبنفس الوقت قال أكو ناس تتهجم على الحشد وعلى الشيعة. زين، اكو ناس تتهجم على الدولة وتتهجم على السنة وتتهجم على كراد، واكو ناس بالحشد واكو ناس بالفصائل تستحق العقوبة. شلون اذا عاقب محمد الشياع السوداني ايش راح يسوي هو؟ انا هسه اصفق لمحمد الشياع السوداني يعاقب ذول اللي هو قال عليهم. يقدر يصفق هو اذا اعتقل له واحد من الفصائل؟
اتحداه. لا تتحداني هسه ماكو داعي، خل اخذ وقتي. لا مو انت سالتني. دكتور سجلها يمك راح ارجع لك اسجلها بذاتي. ما عندي ورقه وقلم ذاتي. هسه يجيبوا لك شباب، يجيبوا لك الشباب اللي يم دكتور حيدر ورقه. عيوني دكتور حيدر بروح لحسين. سولف وداعتك هذه صدقان وما اريد نتناقر. لا هسه انا زبوق من وراك. زين يعني راح تلتحق بالزبابيق نقول؟ لا التحقت صار سنه. جيد والنوم بعيني. زين فخلينا ساكتين وقعد راحه. سولف عيني انت. يعني انا اللي اعتقده انه احنا لازم نفهم فكره الدوله. فكره الدوله هي فكره غير رحيمه. فكره الدوله هي فكره غير رحيمه، بمعنى انه انت تجيب سلطه تمنحها شرعيه تقتل، تمنحها شرعيه تعتقد. هي الجهه التي تحتكر العنف، التي تاخذ فلوسك، القوه، تاخذ صادرك، اوراقك، وثائقك، اسرارك، كلها عندها. جهه غير رحيمه. شلون يفهموها؟ طبعا يراد الدكتور حيدر ياخذ دكتوراه ثانيه يمكن حتى يعرف شلون هي فكره الدوله. فهي ماكو شيء اسمه انا اصفق للحكومه او اتعارك ويا الحكومه للابد. هي لازم نفهم فكره الدوله. بالنتيجه هو دكتور حيدر والخطاب اللي يعبي به هذا خطاب احنا مشينا للحرب، ماكو مال ابو عدي، مستمرين به الجماعه وحاليلهم. بس هذا الخطاب لازم يفهمون. حتى ابو عدي وقت اللي يصير بيده الامور ماشيه يهدي ويلبس مدني ويتمشى بشوارع بغداد. يعني انت مو دوم تربط لابس عسكري وتخطب علينا بهاي اللهجه، يعني هذه اللهجه تخوف. زين خصوصا لما هو شنو اللي يخوف الرجل ده يطرح آراء السياسيه بشكل لا هو مو آراء سياسيه، هو هاي مو آراء سياسيه. هذا هو منطق اللي دمر الناس. هو شنو المنطق اللي يخوف بهذا؟ منطق عدواني، منطق يختزل الدوله من منظور جماعه حاكمه وبيدها سلاح. هذا هو ما يقدر يستوعبه، ما يقدر يعرف ايش قد الناس تخاف منهم. ما يقدر يتخيلون هذا الشيء. الناس تخاف من اقترابهم من مركز السلطة. انت بلحظة تحكي على الضباط وتحكي بصفها تمدح الحشد. زين الحشد هو من هو الضباط منه؟ غيرهم كلهم منظومة أمنية وحدة. هي تشاكوش رئيس الوزراء يدق على راسك وراسي. اشمعنى الضباط عندك وياهم فد حساسية والحشد ليش تريد تجير الحشد لطرف سياسي؟ يعني انت ليش تريد تكرهون الناس بالحشد قوه؟ يعني هذه مشكله. يعني ما هم ما يفهمون ان الحشد ابن الدوله مثل الضباط. رئيس وزراء من يشوف له ضابط مو زين يحاسبه، ومن يشوف له ضابط زين يكرمه، سواء كان حشد ولا عسكر ولا شرطه ولا غيره. فهي الطريقه يعني هي مزعجه. بس الاهم منطق الدوله هو انه الان عندك رئيس وزراء انتم انتخبتوه. حاولوا تفهمون انه الدولة نقدر نسولف بيها بطريقتين. مرة بطريقة انه هي ما تكفي، فنحتاج هو الوحدة قال اقصاء، وانا ما احب الاقصاء، لان هو يدري بنفسه يحب الاقصاء ويدري خطابه اقصائي. ومرة يجي رئيس وزراء يقول يابا ترى العراق كبير ومصالحه كبيرة وموارد الماليه وارضه كلش كبيره تكفينا كل احنا الموجودين، ونحتاج بعد نجيب شعوب العالم تشتغل عندنا وتشترك ويانا وتستثمر ببلدنا حتى لان بلدنا كبير. ايش دعوه القلق من الاخر؟ انت شو وقت يصير عندكم خطاب عراقي؟ يعني شو وقت ما اعرف بيا لحظه من التاريخ لا وانتم تكمشون الحكم انتم تحجون كعراقيين وتبثون خطاب عراقي، لا انتم برا يعني ما نعرف شو وقت. عراقي يعني هويه وطنيه تقصد بيه؟ عراقي لا الخطاب العراقي اللي هو يوخر قصه المذهب. شو تريد منها انت؟ ايش جابك على المذهب؟ زين شو وقت صرت انت حامل المذهب يا اخي؟ زين مذهب ما له علاقه بيكم وانتم ما لكم علاقه بالمذهب. طيب تقول لي دليلك؟ اقول لك مشينا نركب سيارتنا من بغداد للفاو، المذهب طحن تو طحن سويتوا مكب من نفايات. نركب سيارتنا منا نروح للرمادي اللي ذاك يوم طلعت من الحرب نلقاها مضويه، شوارعها نظيفه، ناسها محترمه، نروح للموصل نلقاها مرتبه. عافيه 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 نلقاها مرتبه. عافيه فالمذهب انتم طحنتوه. هذا الخطاب حبيبي غيوثي. المذهب طحنتوه. هسه انت تقوم تنظر علينا يا اخوي. خليكم عوفونا اياه على صفحه. خليني هسه من حق الدكتور الى الدوله، من حق دكتور حيدر الرد. لا تحول الناس اعداء الشياع السوداني ولا تحول نفسك انت
وطبعا مو الحديث ويا دكتور حيدر لا الخطاب بشكل عام، الخطاب انه انت الحامي له. انا اكد لك بعد اسبوعين يطلع منه قرار راح تعتبروه تواطؤ ويا السعوديه وقطر وامريكا. جيد. هسه من حق دكتور حيدر الاجابه، ما اعتقد اكو مجال انه اسالك دكتور حيدر بقدر ما انت سجلت من ملاحظات عديده. تفضل. اولا يعني حقيقه هو هذا الخطاب اللي ممكن انه يبني دوله. أنا ما أريد أستذكر بك الماضي وأرجعك إلى خطاباتك السابقة التي كانت مو تنتقص، لا، معروف غيث التميمي من يكون، ومعروف حيدر برزنشي من يكون، ما عندنا خوف من أحد ولا عندنا إقصاء لأحد، وبدليل اليوم حضرتك في بغداد وجالس بغداد مالتكم يا عمي، هذه كظن ويعير. ما قاطعتك أنا، ما قاطعتك، خليني أكمل. عفوا، أنت اليوم تتجول في بغداد براحتك وتحت سقف هذه الميليشيات التي تتهمها. أنت اليوم تقول برأيك كما تريد، ولا تعتبر خطابك السابق خطابا عدائيا إقصائيا تحريضيا ضد فئة كبيرة. نحن نمثل المذهب ودافعنا عن المذهب وحملنا السلاح من أجل الحفاظ على العراق وعلى المذهب. لم نتخلى ولم نخلع عمامتنا يا شيخ قيس، ولم نرفع السلاح في فترة هذه مصالح كانت ومكابح وقفت أمامها كثيرا. أنا ما أريد أتناول شخصك، أحترم شخصك نعم، لكنني لست مع هذا الخطاب الذي يحاول أن يجعل الآخرين هم في صورة مشوهة وصورتك هي البيضاء الناصعة. متى دافعت عن العراق وكنت جزءا من العراق حتى تنتقص من عراقيتنا؟ نحن ثبتنا في الأرض وقدمنا ما قدمنا، وهذا هو شرف لنا. هذا الخطاب الذي يحاول أن ينتزع هوية العراقيين من يختلف معك سياسيا دكتور هو الذي يجعل دكتور حبيبي انا ما اريد اقاطعك والله، بس خليني اقول لك شغله. هو بغض النظر عن انه نسحب الحوار لمنطقه شخصيه، بس خليني اقول لك شيء مهم. خليني اقول لك اكو نقطه مهمه ذكرها شيخ غيث، قال ليش احنا نقول اكو فاسدين بالجيش ونريد نقتص منهم، وما نجي نخضع الحشد للرقابه ونقول ايضا اكو ناس مسيئين بالحشد لازم يشملهم القانون. اكثر ناس تتابع وتراقب بشهاده الجميع ومن ضمنهم كان القائد العام انذاك غير مأسوف عليه الكاظمي وشله الانس التي طبلت له وجعلت منه بطلا فيسبوكيا. جاء بمجموعة من الفاسدين ومكنهم من المؤسسة العسكرية والأمنية. المؤسسة العسكرية لها كل الاحترام والتقدير، قدمت تضحيات وهم إخوان الدم في ساتر واحد، لا تجعل هناك بون بينهما. أنا أتحدث عن مجموعة أشخاص مكنوا بطريقة وبأخرى من أجل أن يشيعوا الفساد داخل المؤسسة العسكرية. مؤسسة الحشد التي قدمت ما قدمت لأنه مؤسسة بنيت على عقيدة وبفتوى، بعكس الأجهزة الأمنية التي نعم هي جزء من المؤسسة والمنظومة، ونحن نبحث عن تنقية وتصفية هذه المؤسسة، مو ثأرا مو حقدا مو استشفاء، لا، لكن مجموعة من الظلامات. أنا ما أعرف أخي الشيخ غيث وين كنت عن هاي الظلامات والفساد اللي موجودة في حكومة الكاظمي حتى الآن جنابك تتحدث بكل رومانسية وتتصور أو تصور للآخرين أننا نحن من نريد أن نقصي. هذا الخطاب يا سيدي هو الذي حقيقة أوقف كثير من الأفواه التي كانت تريد أن تسقط الحشد ومنظومته. نعم لنا الحق بأن نتباهى لأننا قدمنا دماء، والآخر عليه أن يسكت. لسنا ضد السنة ولا ضد الأكراد، ضد الفساد الذي يوجد في هذه المنظومتين، ضد الخطاب التحريضي اللي حضرتك كنت تطلع من أربيل. وأذكرك أيضا بهذا الموضوع، أنا مو مع ثأر ولا مع أنه أريد أن أرجع إلى الوراء، لكن حضرتك طرحت هذا الموضوع. أريد أن أذكرك بالنتيجة البلد نعم يسع الجميع، وإن عاد غيث التميمي تائبا من الخطاب الذي كان يحمله ويحمل سيفه أهلا ومرحبا، ما عندنا كما قلت لك في السابق، لكن أن نبقى بهذا الموال علينا أن نرى المستقبل. لا تناغم ولا تجامل حكومة السيد محمد الشاع السوداني حتى تعرف أنه الآخرين هم يقفون. هؤلاء خطابهم الآن في هذه المرحلة يجب أن يبتعدون عن هذه الخطابات أبدا. الفاسد الذي سرق المال العام، الذي انتهك الحرمات وتجاوز من أي صنف كان، وإن كنت أنا واثق تماما أنه هذه القضية ما موجودة بالحشد، لأنه الحشد يعرف منظومته ويسعى دائما وهو ساعي بأن ينقي الحشد تماما من كل ممارسات. الأمن الحشد موجود
والإخوان قائمين بواجباتهم. زين، بنفس المقدار الذي تحدثت عنه فيما يتعلق بالدفاع عن الحشد، والحشد يستحق أن ندافع عنه، لكن يستحق الجيش والمؤسسة العسكرية أيضا أن نتعامل معها بروية، بنفس روية التعامل مع الحشد. أستاذ حسام، نعم، نشيد بالمواقف، بس تمييز الخبيث من الطيب واجب في أي مكان. مو من حقي وحقك لا، من حقي أن نقول بأن فلان فاسد دون لا عزيزي، أدلة. أكو دليل، أكو أدلة. اسمح لي خليني أكمل. أدلة تديني أو الدين غيري أهلا وأهلا بها، عزيزي ماكو مشكلة. بس خل أبين، هاي مهمة. أي بس على مود الوقت. واضح. نعم. تفضل. مهمة جدا أن نعرف أن عندما ننتقد ونتحدث عن سوء أداء وفساد في حكومة الكاظمي والضباط أو القادة الذي مكنهم اللي ما اشتركوا أيضا في الفتوى، مو نتحدث عن مؤسسة. يجب أن نميز المؤسسة العسكرية مؤسستنا ودافعنا عنها وندافع عنها بكل قوة، لكن ولا نجعل بينهم بون. وقلت لك دماءهم اشتركت في خندق واحد، لكن عندما نقول فلان ضابط فاسد، فلان قائد فاسد، هذا معيب. نعم. طيب. أنتقد كل واحد يكون عنده فساد بالحشد وخارج الحشد. طيب راح ارجع لك دكتور حيدر حبيبي. يعني لإشارة بسيطة أو القول بأنه يعني حقيقة التعاطي مع فساد حكومة الكاظمي حق يراد به باطل في بعض الأحيان. هذا الموضوع ما مقصود به أنت دكتور حيدر. بعض من يتحدث عن فساد حكومة الكاظمي كأنما يريد أن يغطي عن حقبة فساد كبيرة سبقت هذه الحكومة. نعم، حكومة الكاظمي ليست فاسدة فقط، بل انحنت للفساد، لكن من استفاد من هذه الانحناء هي قوى سياسية موجودة مرتكزة الآن في الواقع السياسي، فضلا عن ذلك أنه هي إكمالا لمنظومة فساد قد أسست قبل 10-12 سنة. هذا اللي يخلينا نحكي ونقول لازم ما نخلي وعي الناس نستسهله بطريقة أو بأخرى. شيخ غيث، خلينا ننتقل لجنابك. حكومة محمد الشياع السوداني هي حكومة قلقة سياسيا من حيث التوصيف الأكاديمي والعلمي، على اعتبار أن هناك على قول الدكتور حيدر منتظم سياسي كبير مثل التيار الصدري يقف على الضد من هذه الحكومة، وإن كان صامتا في اللحظة الحالية. معه تقف تشرين ربما في نفس المساحة. هذا يعني ويعطي انطباع أن الاستنزاف السياسي لحكومة السوداني، وهذه تحصل المرة الأولى فيما بعد عام 2003، سيضعف الحكومة سياسيا ويقوم الجهات ويقوي الجهات التي تريد يعني أن تسقط هذه الحكومة أو تضر بها بطريقة أو بأخرى. هل تتفق مع هذه النظرية أم لا؟ تفضل. يعني هو عمليا حكومة الشياع السوداني ولدت إطارية، بس أنت تعرف التيار الصدري تيار مركزي عنده قيادة موحدة، والتيار الصدري يعني يعرف يستفيد من قواعد الاشتباك لأنه رسم قواعد اشتباك واضحة. هو سيكون دائما حاضر مع أي قرار حكومي يضعف من الأطراف اللي هذا خطابها، والحكومة ما راح تقدر تتعايش ويا خطاب الجماعة هذا، لأن هي حكومة بالنتيجة، يعني ما تقدر تمشي ورا اللي يريد حيدر البرزنتشي ومجموعته. فأكيد مع الأيام راح تبدأ تصطدم، لأن هو كأنما يحكي عن حالة طهورية موجودة عنده وعند مجموعته، وحالة فساد موجودة عند الآخرين، وكأنما هو انولد البارحة يعني كمنظومة حكم وما معنيين باللي سبق. بينما هي الحكومة هسه إذا تريد تطبق أي حالة فساد أو تغير أي إجراء من الإجراءات السابقة هو يتعلق بهم، يعني هو راح يصير العضة بالإجلال. والصراع القادم واللي هو الآن ملامح نعرفها احنا اللي نطلع على الكواليس، هو صراع بين أطراف الإطار. تيار الصدر راح يبقى قاعد على التل وتجي الأمور يعني هي جاهزة مثل ما يقولون. بالنسبة للتشرين كحالة شعبية هي ساخطة على الوضع السياسي، فهو قد ما راح يقدم من يعني قد ما يتقدم خطوة إلى الأمام، الخطوة إلى الأمام معناها يخسر أطراف من الإطار ويخسر دعم من الإطار، ومو بالضرورة يحصل على دعم من تشرين أو دعم من الصدريين. فهذه شلون راح يضبط إيقاعها وشلون راح يسوي توازنات بداخلها
عمليه معقده يعني معقده وصعبه. بس انا هذا اللي يخلينا نقول عنها حكومه قلقه سياسيا، ربما هذا التوصيف البنيوي اللي حكيت بالضبط يعني. بس انا اريد اقول شيء حتى حيدر يسمعني. سابقا باربيل انا قلت له بلقاء اعتقد على زاغروس، قلت له انه انا ما ارجع لبغداد خوفا من سلاحكم ومن الميليشيات، يعني ما عندي مشكله قانونيه حتى ما ارجع لبغداد. فهو يعني كانما قال انت تقدر ترجع وتوبه وما ادري شنو. فقلت له اني لا ابقاني الله للحظه اعلن التوبه من شرفي، يعني كل شرفي انا كانسان هو معارضتهم. هسه انا ببغداد انت تطلب مني التوبه وتقول معارضه اسمع غيث دكتور حيدر دكتور حيدر المعارضه ضمن ضوابط دكتور حيدر، مو معارضه تعريه ومعارضه تمزيق. دكتور حيدر معارضه تقويم ماكو مشكله. والله رايك محترم والله، لكن حينما نخضعه ربما لاراء اخرى قد يتقاطع. بس طبيعي جدا. خليني اسمع راي دكتور شيخ غيث الاخير وراح انتقل لك مباشره. عين حيدر خليني اقول لك شغله، يعني الخطيئة الوحيدة اللي جاي اتعير بيها طول حياتي في يوم من الأيام كنت قريب من التيارات الإسلامية. ترى لازم تصير واضحة عندك. لا خطيئاتك هواية ترى مو بس يعني على مش جاي أقول لك هي هاي خطيئاتي الهواية جمعهن كلهن هي بمرحلة كنت أنا قريب من الإسلاميين. فأنت هسه جاي تقول لي تعلن التوبة، لك لا انت ولا الاكبر منك ولا ميليشياتك. اترك هاي اللغه. اسمعني اترك. لا ما سمعت عزيزي. اسمعني يا عزيزي. لا انت ولا شنو. ارجوك احنا نريد اسمعني عزيزي. انا حاولت قدر الامكان. ارجوك بس ارجوك دكتور احنا نريد نسمع ما يخالف نريد هو منو ما يخالف عزيزي دكتور حيدر شيخ غيث، احنا نريد نسير الحوار بطريقه مفهومه بالنسبه للناس. ارجوكم يعني رجاء. لا انت ولا سلاحك ولا الوراء. انا ما عندي سلاح. عجيب لا حول ولا معنويا. شلون معنويا ما يخالف دكتور حيدر. هو انت من الذي اتى بك؟ دكتور بس خلينا نسمع رايه شنو اللي يريد يقوله وراح انا هاي الطريقه ما تعجبني حسام بالطريق بالاسلوب. ارجوك شيخ غيث اسلوب الحوار بهذه الطريقه. لا انت منو انت؟ ارجوك انت غيث وانا حيدر. دكتور حيدر ما يخالف جنابك محترم وشيخ غيث ايضا محترم وضيوفنا جميعهم كرام، لكن نريد ان نستمع الى الاراء بشكل اكثر هدوءا. جيد تفضل. انا ما استمع لرايه لكنه مو بهذه الطريقه. طيب تفضل شيخ غيث تفضل. اولا ما من حقك تحدد لي الطريقه لسؤال. لا من حقي لانه انت تتجاوز على شخصيه. بغض النظر ما يخالف يا حبيبي حتى نسيطر على الوقت دكتور، بس خلينا نسمع الفكره. مو انا عندي فكره اخرى بدي اناقشها وياكم. باختصار حيدر انت اخ عزيز، بس خلي في بالك انت بلسانك قلت انت موجود الان ببغداد تحت رعايه الميليشيات. نعم. فأنا أقول لك وخل تسمعني الميليشيات، كل ما تملكه أنت وميليشياتك هي طلقة. هاي الطلقة تحييني، شرف كبير. جيد هاي فاسمعني هسه شلون شغلة هاي؟ زين شلون شغلة حيدر خلينا نحكي. جيد غيث جيد. عزيزي ترامب قبلك عنده طلقة فهي ما موتت السليماني. افهمها. مو دائما هذا منطقكم الهيوان. وين تقيس نفسك؟ ما موتك. هسه لا حول الله. طبعا بشكل افهمها يا رجل. لا كيف الفكره دكتور الجنرال ما جاي يفهمها عزيزي. اشتملك انت اشتملك عزيزي. الجنرال المرحوم الشهيد قاسم سليماني لم يموت بنظر. ما يفهمها. يريد يخلق عدو. يريد يخلق عدو جوا. مو بالضروره ما تريده الرصاصه ان تفعل. خلينا ننتقل النقطة. هي ما يصير هيك يا دكتور حيدر. انا مو صوتك، هي صوت استاذ حسام صراحة. انا ما اعرف يعني هذه الطريقة مو صحيحة. ما يخالف. ارجوك انت هاي طريقتك اولا دفعتني كانما صرت انت محامي عن الحشد، وانا اصلا مداخلتي بالاساس كانت قلت لك انت وغيرك ما من حقك تختزل الحشد. ولا انت وغيرك من حقك ان تختزل. والله هذا ما يخالف. هذا بس انا ما مختزلها ولا مدافع عنها. ما يخالف. انا خليني دكتور راح اقول لك بس يعني راح اجيك والله العظيم. مو صحيح. خليني اسمع رايك بقصه. يعني انا كنت مخطط اسمع رايك بيها بس احنا رحنا المساحه. شيخ غيث صمت الصدر بماذا يوصف
تقديرك لماذا صمت الصدر بهذا التوقيت؟ مساحه للرد طب بالتاكيد لك كل المساحه دكتور، بس لا يا اخويا ما هي بسبب هاي اللي صارت المناكفات. راح ارجع لك، بس اسمح لي استاذ حسام ارجوك. ماشي تفضل. تفضل دكتور وانتقل لهذا السؤال بعدين. تفضل اولا تفضل. عندما يحاول اي انسان غيث او غير غيث يقارن نفسه بانه احنا ما عندنا غير لغه السلاح والرصاصه وهاي الدراما اللي يحاول ان يصورها الاخرين، لا يا اخويا، احنا نمتلك لسان ونمتلك حجه، لا نمتلك سلاح. وانت تعرف جيدا، انا ما اريد اذكرك في امام الناس، تعرف جيدا. شنو قول قدام الناس عزيزي، لا تقول كأنك اكو شيء بيني وبينك. لا اسمح لي، سولف العدك عزيزي اللي مضى ما اريد اذكرك به. لا ذكر، ما عندي شيء مستحي منه. هسه ما قاطعتك. هاي الطريقه شنو المنطق هذا؟ هاي الطريقه خلينا نتجاوزها. دكتور خلينا نتفق. يا اخي ردودك خليها سياسيه ليست ما تتعلق بيك ولا بشيخ غيث يا اخي. اسمح لي استاذ حسام. تفضل. لماذا نحاول ان نصور بطريقه دراماتيكيه هوليوديه انه نحن وقعت علينا ظلامه واحنا لا انت ولا هذا النفس وهاي الطريقه انا اقدر استخدمها واقدر استخدمها بطريقه اكبر. انا اعرف حيثيات الامر وحيثيات الموضوع كلها بتفاصيلها، بس ما لاجل اليوم بعد كل هذه الصفحات والتاريخ المعروف ومعروف تاريخي ومعروف تاريخك، انت تقول اكو سبه انه انا كنت من الاسلاميين. لا والله، الاسلام هو شرف والانتماء للمسلمين هو ايضا شرف. بس اسمح لي لا تنصب عليك. لكن انا اقول نريد نتجاوز هذا الخطاب وهذه الطريقه، عليك ايضا ان تنتقد بحدود النقد السياسي. دكتور احنا اليوم امام مرحله جديده. دكتور حيدر ثق ثاني سويت هاي الحلقه على مود نناقش افكار سياسيه. طبعا ما ناقش سلوكك ولا سلوك. لا ما لي علاقه بسلوكك، ما ناقش سلوكك ولا سلوكك بغض النظر. انا دا اسالك باتجاه اخر حقيقه. تفضل اسمعك. هل ان حكومه السيد الشياع السوداني تعيش لحظه استقرار سياسي ام لا؟ تقدر تختصر لي لو وليش الحكم عليها الان؟ لا لحظه. البيئه السياسيه التي انتجت الحكومه خب هي واضحه، هل تتسم بالاستقرار ام بالقلق؟ ما بيها يعني. استاذ حسام، نعم، من المبكر جدا ان نحكم على البيئه السياسيه التي انتجت حكومه السيد محمد الشياع السوداني بالقلق، وهي مارست مرحله الثبات والصمود اكثر من عام، ثم انتجت لنا هذه الحكومه بعد عام من الصبر الاستراتيجي. هذا اولا. ثانيا، الامر الكتل السياسيه اخي، المنتظم السياسي يصير عنده نضوج سياسي، تجربه سياسيه. اما ان نستصحب الحالات السابقه على تطبيق هذه الحكومه هذا مو صحيح. وقضيه انه الاطار يتفكك وبصراعات وكذا، هذا ايضا استشراف ليس بصحيح، لانه هناك نوع من الانسجام العالي، وانا تعرف حضرتك اعرف تفاصيل كثيره. نعم هناك اختلاف بوجهات النظر، انا ما اعطي صوره ملائكيه على اي شيء، بالنتيجه اكو عمل سياسي على ارض الواقع، الكل يعمل من اجل انضاجه. اذا اني واذا غيث واذا حضرتك شنو تريد؟ تريد حكومه مستقره، تريد المواطن مستقر، نريد خدمات، نريد انهاء لحاله الفساد وتنقيه اي اجهزه الدوله بكل اطرافها، بكل تنوعاتها، من اي صوره من صور الفساد واستثمار المناصب لمصالح شخصيه. هذا متفق عليه كنا. هسه انا اختلف بوجهه نظري، اختلف بطرحي، الاخ يختلف كذلك معي، ماكو مشكله، بس اكو هدف عام، اكو هدف اسمى، اكو هدف اسمى من غيث ومني، انه نبني دوله حقيقيه تحتاج الى ركائز استقرار. نعم هذا الخطاب الاعلامي لن يصل بنا الى نتيجه. طيب دكتور، وضحت الفكره حضرتك دكتور. شيخ غيث، لماذا صمت الصدر ابتداء؟ هل هو صمت استراتيجي كما يوصف ام انه لحظه خطا قد وقع بها من حيث السلوك السياسي؟ يعني عمليا ارجع اقول التيار الصدري مدرك تماما انه الحكومه ستفرض على رئيس الوزراء كائن من يكون استحقاقات الدستور والقانون والدوله. الاطار ما قدر يشكل حكومه من دون تفاهم مع الكرد والسنه، والتفاهم مع الكرد والسنه باوراق تم التوقيع عليها، واللي برزت بصوره وباخرى من خلال المنهاج الحكومي. شفنا مثلا شيخ خميس الخنجر قبل يومين، البارحه
حكى فد كلام اعتقد ما ادري وين كان بالموصل، اي كان عنده خطاب رأسا رجع ردوا عليه الجماعة بنفس هاي اللغة. المشكلة انه هم يعني ما اعرف ليش معتقدين انه العراق مالتهم وبغداد مالتهم، واحنا مجرد ان نختلف وياهم بوجهة النظر احنا بعد ما من حقنا نعيش، واذا مشينا على القاع فهاي القاع هي قلوبهم ولازم ناخذ موافقتهم حتى نمشي. هسه هو صار ساعتين يتهمني بحكومة الكاظمي، انا حكومة الكاظمي ما قدرت اشتم الهوى بزمن الكاظمي لانه هو وقروبه كنت اعدائهم انا، بينما بحكومة محمد شيع السوداني امشي ببغداد فيعني فرق كبير. يمكن انا حكومة السوداني افضل لي، بينما هو ده يتهمني بحكومة الكاظمي اللي هم نفسهم جابوها وهم نفسهم حاربوها. هم الآن جابوا حكومة السوداني، هم نفسهم بعد فترة بس يحاول السوداني يخطو خطوة تجاه استحقاقات السنة، تجاه استحقاقات الأكراد، تجاه ملف النازحين، تجاه ملف الأمن والاستقرار، هم راح يحاربوا مو واحد غيرهم. وأنا وياك راح نطلع ندافع عن السوداني وعن الحشد وهم اللي راح يهجمون علينا. هذا صمت الصدر. صمت الصدر لأن هو يعرف بالنتيجة ان هم راح يوصلون لمرحلة ان يصطدمون مع الحكومة والاجهزة الامنية، لان هذا الطريقة بالتفكير طريقة غالب ومغلوب، طريقة ان هم يحتكرون الوطنية، يحتكرون الشرف، يحتكرون يعني كل شيء. طيب وهذه خطرة. انا بس اريد اوضح نقطة لان هاي فيها يعني شيء خطر على حياتي الشخصية. يعني اولا انا ما اقبل له يختزل الحشد ويصير كأنما أنا حكيت على الحشد أو هددت الحشد أو أسأت للحشد، وهذا ما موجود الشيء، موجود كلامي. وثانيا هو اللي جاب طار الميليشيات وقال بغداد تحت الميليشيات وانت تمشي بحمايتهم. فهو انت يا عزيزي انت جاي تحكي عن هذا، انت ما جاي تحكي عن منطق الدولة. ما حد انتهمك، ما حد اتهمك بينه وحكيت عن الحشد. دكتور عزيزي حديثك عن الحشد حديثك عن الحشد اخي اتشرف يا اخي لا حول الله، هذا الرجل شبيه. زين كون طبيعي عزيزي، كون طبيعي. انت كون طبيعي، انا ما كون طبيعي. بس خليني اكمل جمله لو سمحت، ما يصير هيك. يلا كمل. حديثك عن الحشد وكانه اكو قوه راح تقبض عليه او تقتله او تغتاله وما حد جاي يدافع عنه. هذا فهمك الشخصي ليش تحوله الى مفهوم عام؟ وان كان دكتور عزيزي حيدراني في الوقت اللي التيار الصدري في الوقت اللي التيار الصدري بدا يتهجم على الحشد، انا واحد من الناس الاساسيين اللي وقفت وقلت لا. فاذا انت فاهم الامور بالصياح وبهالمنطق ابدا يا صاحبي. عزيزي الله يخليك، انت صار ساعتين تحكي حكي يبدو ما تنتبه شو جاي تقول. انا ما انتبه ويا هسه اشوف هاي بس انا اقول لك قدام. بس عزيزي مفردات ادعوك ايضا اذا انت راجع نفسك. مفردات تمثلني وتمثل جمهوري. وكذلك يا جمهوري شو لك علاقه بي؟ اللي يكرهونكم، اللي يكرهونا احنا نكرهك ونكره جمهورك. جيد يا اخي. نعم. مقبول منك، مقبول. نعم. مقبول. بس اسمح لي جيد مقبول منك. تدري ليش؟ بس اسمح لي يا اخي، ارجوك كافي الخطاب الفوضوي. انا اقبل منك. من هو الفوضوي؟ عجيب. بس تسمح يا اخي، اقبل منك ان تكرهني وتكره جمهوري. طبعا انا اكره تصرفاتك، بس لو اكره خطابك يا اخي. بس اصبر ما له علاقه شو السبب. اقبلك اختلف وياي وكرهني وكره جمهوري، بس انا جيت عن التعايش. من تحدث عن التعايش؟ هو على كل حال انا راح اضطر دكتور حيدر حبيبي، انا اشكر حضورك وياي. الوقت داركني للاسف. الدكتور حيدر البرزنتي عفوا، الشيخ غيث التميمي، انا اشكر حضور جنابك وياي الشكر الجزيل. اشكر توريطك. وانتم مشاهدينا الكرام شكرا لطيب المتابعه. نلتقي بحلقه باكر باذن الله تعالى، في امان الله.